عليكم ومرحبا بكم مع سمية من قناة وصفات إيطالية. اليوم إن شاء الله وصفات إيطالية خرجت من الكوزينة وكنتكلم معكم من قلب الطبيعة في إيطاليا أو من الجنان ديال الزيتون في إيطاليا. غادي ندير معكم إن شاء الله واحد الفيديو رائع ديال جني الزيتون. ان شاء الله قبل ما نديكم معايا للجنان غادي تشوفوا معايا التحضيرات. انني وجدت الغدا ديتو معايا، درت الصراحه داكشي ديال البلاد ديال الناس ديال بكري، الطريقه باش كنا كنجنيو الزيتون في المغرب. ديت معايا الغدا، درت اللوبيا بالقديد وجدتها بالزربه. المهم غادي نوريكم غير بعض المقاطع وان شاء الله نمشيو. شوفوا معايا هنا كما قلت لكم اللوبيا بالقديد الحمد لله صيفطاتو ليا عدوزتي من المغرب، حتى انا كنت دايراه ولكن صيفطات ليا من المغرب صراحه لذيذ ورائع. كتصاوبوا مزيان، رطبت اللوبيا كذلك، والصباح درتهم في الكوكوط، ضفت عليهم العطريه كامله ومطيشه محكوكه والبصله محكوكه القزبر والمعدنوس والثومه صافي، وسديت عليهم ونقصت. كتشوفوا معايا هنايا وجدت البريريت ديال اتاي سخون بالشيبه. اتاي بالشيبه هنا راه شي حاجه دابا وقت البرد والشيبه ما كنلقاوها عند الجزار المغربي اللي كيجيبها لنا من المغرب، راه شي حاجه كبيره انك دير براد ديال اتاي بالشيبه. كيف ما كتشوفوا معايا درتو في الترموس باش يبقى شاد السخونيه ديالو، وطفيت عليه الكوكوط ديالي بعد ساعه ونص اولا ساعتين تقريبا. وجدت الخبز ديتو مقطع مصاوب، خديته غير مشري ما عجنتش لان ما غاديش يبقى ليا الوقت باش نجمع الدار ونخمل الدار وصافي. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما وصلنا وجدنا الطبيله ديالتنا، تخملت الدار وساليت وديت معايا غدايا ومشيت مع ديك 11 ونص تقريبا. كتشوفوا هنايا هاد الطبيله اللي وجدت، هادو راه الصنيدقات اللي كان كيتجنى فيهم الزيتون. كيف ما كتشوفوا خديت 4 حطيتهم، درت عليهم الطبله وحطيت عليهم كيف ما كتشوفوا هذه هي اللوبيا من بعد ما طابت بالقديد. صراحه زربت عليها واحد شويه حيت خصني نمشي باش نعاون شويه راجلي، وكذلك باش نصور هذا الفيديو هذا ان شاء الله. وخليكم معايا ان شاء الله باش تشوفوا. نصور لكم اول حاجه شويه الجوانب ديال تشوفوا ديال الجنان ديال الزيتون. كاين كيف ما كتشوفوا الداليه ديال العنب تبارك الله، وهذا فصل الخريف. شوفوا الالوان كبيره في فصل الخريف تبارك الله، واخا حتى الخريف الاوراق كتساقط وداكشي، ولكن الجو صراحه زوين. كاين واحد شويه ديال الريح كيصوت، ولكن مع ذلك تبارك الله الجو ما باردش بزاف، ما كاينش البرد، ولكن الحمد لله وقت الخريف. راكم عارفين الجو ديال الخريف. كتشوفوا معايا اول خطوه باش الزيتون يتجنى. هذه هي اول خطوه. كنجيب واحد الباش كبير كيف ما كتشوفوا اللي عنده مقطع بواحد شويه من الوسط. المهم هما دايرينه اصلا بهذا الشكل باش كتاخذوا كتسرحوا تحت الزيتونه وكتجردوا الاطراف اللي مقسومين من الوسط، كتلاقيهم وصافي. كتسرح مزيان داك الباش من تحت الشجره باش داك الزيتون اللي بيتساس غادي يطيح في هذا الباش، وغادي يسهل علينا باش نجمعوا الزيتون من بعد. كتشوفوا معايا هنا بما ان الارض ما جاتش مستويه او مقاده، جات مايله واحد شويه من الجوانب من التحت. دوك البلايص اللي مايلين كنديروا واحد العويدات طوالين باش كنشدوا هذاك الباش باش كيطلع، باش الزيتون اللي كيطيح ما يمشيش هابط ويطيح في الارض. باش منين بغيو نجمعوه تجي الطريقه سهله ويبقى كل شيء في الباش ديالو ما يمشي فين وما يطيحش في الارض. بعد كيف ما كتشوفوا معايا كنجيبوا هاد الاله هذه اللي هي عندها واحد الخيط وواحد الباتري. الباتري كتكون جا درتيه الليل كامل كيتشرجا، هي دائما كيكون داك الخيط ديالها لاصق مع الباتري، هذاك هو اللي كيخليها خدامه. هذه هي اللي كتسهل باش الزيتون تيطيح بالزربه. هي صراحه كتخدم بواحد السرعه، ماشي بحال الواحد الا بيخدم بيديه كيتعطل بزاف. هاد الطريقه كتسهل بانك تسالي الزيتونه بالزربه. صافي كتحيد داكشي كله اللي كيطيح من الزيتونه في الباش، ومن بعد كتجمع. صراحه هاد الاله هذه عمليه وكتساعد باش الانسان ما يتعطلش في الخدمه. ملي كيطيح الزيتون كله اللي في الشجيره
كنجمعوا الباش بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. كنبداو نجمعوا فيه من الجناب شويه بشويه حتى كنلحقوه لواحد البلاصه يعني كيتجمع فيها الزيتون كامل. المهم بهذه الطريقه صراحه طريقه سهله وما كتمحنش بزاف، باش بهكا الواحد منها كيسربي منها ما كيتعذبش، حيت هذيك الطريقه ديال الواحد يلوح الزيتون في الارض ومن بعد كيبدا يلقط فيه شويه منها كتعطل، منها الانسان يعني كيتعب يعني ممكن اليدين كيتقمشوا، ممكن باش ان الواحد يقلب على الحبه بالحبه وسط الربيع شويه صعيبه. بعد ما كيتجمع الزيتون كيف ما كتشوفوا في الباش بهذا الشكل، طريقه صراحه سهله وما كتعذبش بزاف. كنحاولوا يعني باش كنلقطوا داك الورق اللي كيبان من الفوق، داك الكثير او الكبير الحجم الكبير، اما داك الوريقات الصغيورين ماشي مشكل. ملي كيلحقوه هما وكيبغيو يطحنوه وداك الشيء كنظن كيدوزوه من شي بلاصه كتزيد عاوتاني كيتنقى شويه. ولكن يعني هنا اصلا في ايطاليا هما كيطحنوا صراحه الزيتون شي مرات حتى بالورق، يعني داك الورق ما كينقيوهش كله كيحيدوه كله، داك الشيء باش كتجي واحد المروره في الزيتون. وكيف ما كتشوفوا حتى الزيتون مازال ما كحالش باقي خضر، كيطحنوه هكا وكتجي صراحه واحد الزيت لذيذه بزاف. حنا صافي ولفناها صراحه ما نقدروش نبدلوها. كاينين الناس اللي ما قدروش يتعودوا صراحه على الزيت ديال الطاليان كتجيهم حاره، انا الحمد لله تعودت عليها من العام الاول صافي ولفتها ولات كتعجبني بزاف. وبالخصوص في لي باط يعني الا ما ضفتهاش في لي باط بحال اللي ما كليتش، ضروري خصني نضيفها في كل طبسيل نبغي ناكلو ديال لي باط او اي حاجه بغيت ناكلها خصني نضيف هذا الزيت هادي. وإلا ضفت ديال المغرب ما كيجينيش راني كناكل في لي باط عادي. ملي كنمشي للمغرب وكنديرهم وكندير فيهم الزيت المغرب صراحه ما كيعجبونيش. ايوا وكيف ما كتشوفوا المهم يعني كنلقيو الصنادق بهذا الشكل، يعني الطريقه سهله. كتلقي على الصندوق وكتعمر فيه الزيتون صافي، كتسهل عليك حتى الطريقه باش كتعمر يعني الزيتون في الصنادق تتكون سهله بزاف لانه جا مجموع في الباش. صافي كنكملوا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، طريقه سهله وبسيطه. المهم يعني بنفس الطريقه كل زيتونه غاديين بنفس الطريقه، يعني حتى كنجنيو 5 أو 6 أو 7 ديال الزيتونات على حسب الوقت اللي متوفر وعلى حسب الجو ثاني كيداير. شي مرات كتصب الشتا الواحد كيرجع في حالاته وما كيكملش. طريقه صراحه زوينه وسهله وممتعه، الواحد كيدوز حتى شويه الجو زوين تحت الشجر وتحت الطبيعه. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا في العشيه ملي كيجي يعني التراكتور اللي كيهز الصنيدقات كيبدا كيدوز تحت الزيتون وكيلقط هذوك الصنيدقات اللي حنا جنيناهم يعني بنهار. كيف ما كتشوفوا كيهز دوك الصنيدقات كيديهم للمعصره وتما كيتعبر الزيتون ديال كل واحد. كيف ما قلت لكم يعني الزيت او الزيتون كتمشي للمعصره وكل شخص كيمشي كيعبر الزيتون ديالو اللي دار شحال عنده من كيلو او شحال عنده من طن او لا. وفي النهايه ملي كيسالي الزيتون ديالو كامل كيمشي لتما كيتسلم الزيت ديالو. وكنخليكم مع هذه الطبيعه الرائعه ديال فصل الخريف من ايطاليا، او كما كيقولوا من قلب الطبيعه في ايطاليا. وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.